عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. تحدثت الممثلة رانيا التومي خلال استضافتها في برنامج فكرة سامي الفهرية ليلة السبت عن قصة الحب التي تجمعها بزوجها أبو فاروق، وكما تعرفا لأول مرة وكشف أنهما كانا أصدقاء وأنها تطورت العلاقة بينهم. وقالت رانيا عن التفاصيل تعرفهم: أول ما عرفتوا كنا أصحاب وعشنا شلة ديما نقعدوا مع بعضنا، وقعدنا يجي 7 شهور أصحاب. كي نخزر نقول يا اخي مازال فما راجل هكا بالاخلاق والتربيه هذه، وبعد ولينا نخرجوا وحدنا وما عادش مع اصحابنا. انا حسيت روحي نحبه وهو عينيه وقلبه وما قالناش لبعضنا. حتى جاء يوم من الايام قال لي بتحبني يا اخي. انا بديت نغني وبعد سالني قال لي تقبل بيا كزوج المستقبلي. قعدت بهدى وما لقيت ما نقول. واضافت رانيا التومي: من اول ما جات صعيبه حكايه اللهجه والخدمه، بعد ساندني على الاخر في خدمتي واللي نعمل فيه. وردا على سؤالي الهادي سعيد: هو ماهوش زوج الست، بالعكس، كي يبدأ معايا هو بيدو راجل الست. فما عباد تجي تتصور معايا عادي بكل احترام، وكي نحس اللي هو عبد مستفز نقول له سامحني ما نجمش. من اول ما عرسنا التوا ما تعرفناش حتى عرف. هو انسان متفهم برشا ويسمع كلامه وموزون. فما لبس مثلا اللبس بعد العرس ما يقلقنيش، وما تقوليش ما تلبسش هذه وما تلبسش، يقول لي محلاها لبستك وكثير حلوة. ولكن حسيتها تتلبس في البيت لوحدنا نولي نمشي نبدل. عندي أقول راجل في الدنيا وربي يفضله لي ويدوم عشرتنا.